مساء الفل يا ست الكل. معانا النهارده غسالة اطباق توشيبا 13 فرد 6 برامج. وحلاوة الغسالة دي ان فيها فتح تلقائي وكمان تنظيف ذاتي. وهنا شكل الغسالة من بره، برامجها الشكل الخارجي ستانلستين. نوريكم شكلها قبل ما نفتح نشرح من جوه، وبعد ما اشرح لكم الاجزاء الداخلية من جوه هقول لكم كل برنامج وظيفته ايه. وهنا ده زر التشغيل والايقاف، وده زر الفتح التلقائي. نشوف بقى الغسالة من جوه. دي الارضيه قصدك؟ دي طبعا خلي بالكم هي من تحت مش ستانلستين. اهي هنا تحت الرف السفلي ده مش ستانلستين، ده تقدروا تقولوا عليه اللي هو زي الارضيه بلاستيك فايبر مش ستانلستين. تمام يا جماعه، دي عشان خاطر الفني بيركبها منع الضوضاء، وده عشان خاطر القمع بتاع الملح. ولو ما جاتش معاها قمع بالنسبه للغسالات التانية لازم تجيبي قمع. ده احلى حاجه فيه بقى ان السنون بتتني في الرف السفلي. السنون بتتني دي جميله جدا عشان خاطر الحلل لما تتحط هنا. ده بقى الفلتر اللي لازم يتغسل كل غسله. ده الرشاش، تمام، وده الرشاش العلوي. هي 2 رشاش، ما فيهاش رشاش في السقف. دي بتطلع كلها كده الفلتر على بعضها، مش زي تورنيدو او الغسالات التانية. ده لازم وده مكان الملح. ما ينفعش وانت بتحط ملح توقعي ملح في الارضيه. ده التجفيف. دي الغساله من جوه. السله العلويه يا جماعه شكلها كده من فوق. المكان ده بتحط فيه معالق برضو، مفيش مشكله خالص. هنا في السنون الصغيره دي بتحط عليها الحاجات الخفيفه من فوق، وعايزه تترفع بترفعيها مفيش مشكله. وهنا نفس الكلام، الكاسات بتتحط على الاحرف اللي انا عملتها دي. وبنرفع السله من هنا وننزلها من المكان ده، بنرفعها بايدينا لفوق، وما نيجي ننزلها بنرفع المقبض ده اللي بيرفع السله وينزلها بكل سهوله. احلى حاجه طبعا هنا اوريكم في لمبه في السقف. مكان الرشاش المفروض يكون في رشاش في السقف، انما هنا مفيش. دي لمبه وبرده من الحاجات الجميله في الغساله دي. نرجع بقى السله السفليه علشان خاطر نشوف. الارضيه باكد عليها تاني ان الارضيه مش ستانلس ستيل يا جماعه، فايبر او البلاستيك اللي انتوا عارفينه ده. واللزقه اللي انتوا شايفينها دي منع الضوضاء. خلي بالكم الفني بيركبها علشان الصوت. وهنا بقى المكان الملمع بيتحط هنا، او مساعد الشطف. وهنا مكان المسحوق او الاقراص بتتحط في المكان ده. وبنقفل الغساله عشان نشوف بقى البرامج بتاعتها. هنا الباور، بندوس باور يبقى كده وصل لها كهرباء. جنبها علامه الملمع وبعد كده علامه الملح. لو الاتنين دول اشتغلوا يبقى لازم نعبي ملح وملمع وحرك. اول برنامج يا جماعه اللي عليه رسمه الحله ده برنامج المكثف حاجات شديده الاتساخ واعلى درجه حراره، طبعا للحاجات اللي فيها دهون تقيله جدا. اللي جنب منه برنامج الايكو، ده تاني برنامج معانا، وده برنامج طويل لانه موفر في الكهرباء موفر في الميه. وده برضو حاجات المتسخه برضو. اللي جنب منه بقى حاجات الكاسات، الحاجات اللي ممكن تتجرح، درجة حرارة مش عالية قوي. بعد منه برنامج 90 دقيقة، وده برنامج ممكن تستخدميه البرنامج اليومي لمتوسطي الدهون. واللي بعد منه ده برنامج نص ساعة، يعني الحاجات السريعة. والعلامتين دول، أول علامة دي من علامات اللي على الشمال دي علامة الملمع، لما تنور لازم نعبي الملمع. وجنبها علامة حرفين السهمين دول يعني علامة الملح. لو نورت لازم نعبي ملح، ده في حالة لو بنستخدم مسحوق بودر. لو اقراص مفيش مشكلة يا ست الكل. الاقراص بتحتوي على ده وعلى ده، بس اول مرة نصيحة عبي ملح عشان حفاظا على الاجزاء الداخلية للغسالة. بعد كده مفيش مشكلة، الاقراص بتغني عن الملح وعن الملمع. اخر برنامج وده برنامج تنظيف الذاتي للغسالة او دورة الخل بمعنى ادق. وده شكل الشاشة من قريب. ودي شكل البرامج، ال6 برامج اللي احنا بنشتغل عليهم. وده اخر واحد ده للتنظيف الذاتي قلنا اتكلمنا عليه. ده بتيجي البرامج بتيجي على الشاشة دي من بره. ده الوقت، تأجيل الوقت لو عايزين نأجل بعد ساعات. ده نص الحمولة، ايوه فيها نص حمولة وفيها فتح تلقائي، ولو ضغطنا على الاتنين دول مع بعض بيعمل لي لوك للاطفال. وده زر التشغيل والانهاء. شكلها من قريب عشان تشوفوه. هنا بقى الخصائص الإضافية للغسالة اللي هو زي ده تأجيل الوقت لو عايز أشغل الغسالة بعد ساعتين بعد 4. وده النص حمولة، وده الفتح التلقائي. يبقى أنا عندي، ولو أنا عاوز أعمل الاتنين دول مع بعض يبقى ده قفل الأطفال، ده اللوك عشان الأطفال ما يلعبوش في الغسالة.